نفترض انه في اتنين متجوزين قاعدين في بيت ايجار قديم واتطلقوا، والست ده يعتبر البيت ده المسكن بتاع مسكن الزوجيه بتاعتها، وعملت تمكين كويس. هنا صاحب البيت يقدر ان هو يطلعها من البيت؟ لا، هو هنا المستأجر الاصلي هو الزوج. مثلا المستأجر الاصلي هو الزوج، فطبعا ده هتلاقي طبعا لان القانون القديم ده هتلاقي طبعا مش حضانه ولا كده، لان القانون القديم ده قبل سنه 96. يعني القانون ده قبل سنه 96، فاكيد لو القانون القديم ده هتلاقي عندهم اطفال كبار او كده، فهي بيمتد لو اتطلقت وهي ما عندهاش حد في سن الحضانه هو بيفضل المستأجر الاصلي هو الزوج. طب وبيفرق عن الايجار الجديد؟ طبعا. يعني الايجار الجديد دلوقتي لو في اتنين متجوزين واتطلقوا، الست بتروح ترفع قضيه تمكين لسبب ان الايجار الجديد ده ايجار محدد المده. ايوه. يعني ايه محدد المده؟ يعني انا لما بروح اجر الايجار الجديد ده بتفق مع المالك اللي هو صاحب الشقه. أيوة. بقول له والله انا هاجرها منك 3 سنين. ايوه. هاجرها منك 5 سنين. والتجديد بيتم بموافقه الطرفين. بموافقه الطرفين. انتهى العقد المده ممكن ما نجددش احنا الاثنين او كده. مازن ميديا برودكشن.